تعالوا اقول لكم كده سريعا طريقة الصلصة يا بنات. الطريقة دي هتعجبكم جدا، جربوها. بنجيب بصلاية بقطعها رفيع، بحطها في الزيت، وبعدين بضيف ليها الطماطم، بقطعها قطع مش بفرمها، وفلفل برضو، وبسيبها لحد ما الطماطم تدبل كده وتنزل الصوص بتاعها. وبحط مكعب ماجي وفلفل اسود وشوية زعتر. بجد المكرونة بالزعتر رهيبة. باجي بقى للبانيه بعد ما يتغسل كويس، بنقعه في شوية توابل كاري، كركم، فلفل اسود، ونص ليمونة. وبعدين بعمل الخلطة بقى اللي هحط فيها هدبل البانيه. مش بحط بيض بس، لا، انا بحط بيضاية وحوالي 3 معالق او 4 معالق لبن، وكمان بحط معلقتين دقيق ومعلقة نشا وشوية فلفل اسود وشوية توابل. بحط الفراخ بقلبها في الخلطة دي كده كويس، وبطلعها منها ادبلها على طول في الفيجيتار والبقسماط، او الفيجيتار والدقيق ونشا على بعض. بتطلع معايا لونها اصفر ومقرمشة وجميلة جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم. اولا هي بتبقى اسرع ما نقعد ندبل البانيه قطعة قطعة في البيض، وبعدين بيبقى طعمها احلى لما بضيف للبيض اللبن والدقيق والنشا. بتطلع معايا مقرمشة وجميلة. جربوها تعجبكم جدا وبألف هنا. والطريقة دي ممكن كمان تستخدموها في الستريبس. لما تقطعي البانيه ده ستريبس رفيع هيطلع معاكي مقرمش وجميل جدا. وبألف هنا عليكم.